نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة لإقليم الجزيرة يوم أمس مسيرة مشاعل في مدينة الحسكة، وذلك تنديدا بالهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا والتي يمارس بها الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي. وانطلقت المسيرة من دوار الحمامة الكائن في تل حجر حتى دوار الشهيد سرحد الكائن في حي المفتي بمدينة الحسكة. شارك فيها العشرات من شبان وشابات من أعضاء الشبيبة واتحاد المرأة الشابة. حمل المشاركون أعلام الشبيبة الثورية وصور للقائد عبد الله أوجلان ومشاعل النور، وهتف بشعارات حرية المرأة وحرية القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين السير على نهج الحرية وفلسفة القائد. وأكد مشاركون في المسيرة أنهم سيواصلون المقاومة وسيقفون صفا واحدا من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وإيقاف الهجمات التركية على المنطقة، وأنهم سيقفون صفا واحدا. نحن واجب علينا كحركة شبيبة ثورية أنه نستمر بمسيراتنا بإعطاء محاضراتنا لتحرير القائد جسديا وضد الهجمات التركية الفاشية على مناطق شمال وشرق سوريا. يعني بشكل عام التهديدات اللي قاعد تهددها تركيا، نحن كحركة شبيبة سنقف ضد هذه الهجمات بشكل عام. ايرو جن وجوان امرابون. نحن كحركة الشبيبة الثورية قمنا اليوم بمسيرة من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد آبو، وندعو أن ينضم إلينا جميع الشبان والشابات. نرفض العزلة، اليوم نتساند جنبا إلى جنب من أجل حرية قائدنا. ام ايرو دستي هفدو دكرن جبو سروكي ما